اليوم راح نحكي قصة غريبة جدا جاية من قلب مكة المكرمة. هي قصة امرأة كانت ظاهريا بتعمل كل شيء صح في عبادتها، لكن حياتها كانت بتنهار. يا ترى إيه هو السر اللي كان غايب عنها، وكيف ممكن قصتها تغير فهمنا كلنا للدعاء والاستجابة؟ خلونا نشوف. هذه كلمات أحمد، وهي بتعبر عن حيرة مؤلمة، حيرة ممكن كتير منا يعرفها. شعور إن الواحد يبذل كل جهده في العبادة، لكن يحس إن الأبواب مقفولة. هذا الإحساس بالذات، الإحساس إنك عالق في مكانك، هو اللي كان نقطة الانطلاق لرحلة غيرت كل شيء. طيب، خلونا نبدأ رحلة أحمد ونشوف كيف كان شكل صراعها اليومي. يعني تخيلوا معايا الموقف، 10 سنوات كاملة وهي مواظبة على قراءة سورة البقرة، لكن الحياة كانت ماشية في اتجاه معاكس تماما. صعوبات مالية، مشاكل زوجية، وقلق دائم. طبيعي كانت بتسأل نفسها، فين الغلط؟ إيه اللي أنا مش شايفاه؟ وهنا الأمور بدأت تتغير. اكتشفت أحمد مسار جديد كلياً، طريق الاستغفار. البداية ما كانت صدفة، البداية كانت رؤية في المنام وجهتها للاستغفار. ومن هنا بحث على الإنترنت وصلها لتعليم الأستاذ محمد حجازي، واللي وصفتها بأنها كنز عظيم. الحماس خلاها تشارك الاكتشاف هذا مع عائلتها، وبسرعة انضم معها 20 فرد في هذا الالتزام الجماعي. لكن طبيعي كان لسه عندها شوية شكوك، فدعت ربها تطلب آية، علامة تأكد لها إنها ماشية صح. والاستجابة كانت سريعة ومدهشة فعلا. مطر غريب نزل على بيتها هي وبس، والسماء حواليها كانت صافية تماما. كانت دي هي الإشارة اللي محتاجاها عشان تكمل، وهي كلها يقين. ومع هذا اليقين بدأت الثمار تظهر، وخلونا نشوف كيف حياتها تحولت بشكل مذهل. أول ثمرة كانت معجزة مالية بكل معنى الكلمة. كان عليها غرامة حكومية قيمتها 60,000 ريال، طبعا مبلغ ما كانت تملكه أبدا. ولما راحت عشان تصور الموضوع وهي متوقع الأسوأ، الرد جاها ببساطة: تم إعفاؤك من المبلغ، كده بدون أي تفسير. أكبر مشكلة كانت شايلة همها اختفت. لكن التغيير ما وقف عند الفلوس وبس، لا، كان تغيير شامل. كأنه شجرة أغصانها وصلت لكل مكان. أولادها اللي حاولت معهم سنين عشان يصلوا، صاروا يصلون من نفسهم. المشاكل الزوجية انتهت ورجع السلام للبيت. حتى صحتها الجسدية والنفسية تحسنت. كان تحول جذري بمعنى الكلمة لكل جانب في حياتها. هذه الكلمات بالذات تلخص كل شيء. الموضوع ما كانش مجرد حل المشاكل، لا، كان إحساس إنها اتولدت من جديد، وإنها لأول مرة بتدوق طعم الحياة الحقيقي. طيب إذن إيش اللي حصل بالضبط؟ هنا ننتقل لحكمة الشيخ حجازي عشان نفهم سر هذا التحول الكبير. السؤال المهم هو: إيه هو المفتاح اللي فتح كل الأبواب المقفولة هيدي؟ ما هو السر اللي غير كل شيء؟ الجواب حسب كلام الشيخ حجازي موجود في فهم المعادلة الصح. الغلط اللي كتير يقع فيه هو التركيز على العبادات مع تجاهل الذنوب اللي بتشتغل كأنها حواجز. الطريق الصحيح اللي مشيت عليه أحمد بيجمع بين شيئين أساسيين: ترك الذنوب بوعي، والمداومة على طلب المغفرة بصدق. وهذا هو جوهر الفكرة كلها. المستغفر الحقيقي مش مجرد شخص بيردد كلمة أستغفر الله بلسانه، لا، هو شخص بيقوم بعملية تنقية ذاتية مستمرة، بيدور على ذنوبه الكبيرة والصغيرة ويشيلها واحد ورا التاني، بالضبط زي اللي بينقي العدس من الحصى عشان يكون صالح للأكل. قصة أحمد على فكرة مش حالة فريدة من نوعها، هي جزء من نمط بتكرر، ودعوة للتغيير ممكن توصل للجميع. وعشان يدعم هذه الفكرة، الشيخ حجازي بيشارك قصص ثانية. تاجر مصري في أمريكا تم إعفاؤه من دين ب20,000 دولار، والشيخ نفسه بيتكلم عن تجربة شخصية بمحو دين وصل ل80,000 دولار. لما المعجزات هذه تتكرر، الموضوع بيتحول من مجرد صدفة إلى مبدأ واضح. واللي بيعطي هذا المنهج عمق أكبر في نظر أتباعه هو الرؤى اللي شافها ناس تانيين في المجتمع. هذه الرؤى زي ما بنحكى وصفت هذا الطريق بأنه مبايع لله واتباع لمن هداه الله، وهذا بيعطيه مصداقية روحية قوية جدا. القصة المذهلة هذه بتتركنا مع سؤال واحد بس، وهو موجه لكل واحد فينا: إذا كان الجمع بين ترك الذنوب والاستغفار يحمل كل هذه القوة، فيا ترى إيش اللي ممكن يتغير في حياتنا لو بدأنا اليوم؟